العيال دي عاملة خطة لسرقة البيت. عيلين على موتوسيكلين عدوا في النهار كده وركنوا ورا بيت. البيت ده بالمناسبة على الطريق العمومي وفي الشارع ده. واحد فيهم عمل انه بيفك مية، يعني مزنوق وركن على جنب وبيفك مية، ومن هنا كانوا بيأمنوا على البيت ده عشان خاطر يسرقوه بالليل. دي كانت خطة بيرسموها عشان خاطر ينط واحد فيهم بالليل ويسرق البيت ده. البيت ده في قلب أراضي زراعية ومحدش، يعني مفيش بيوت جنبيه كتير، يعني بيتين تلاتة كده ولا حاجة. والعيال دي عايزة تنط على البيت يسرقوا بقى دهب بقى فلوس أي حاجة، المهم أي حاجة في البيت يسرقوها. العيال وقفوا شوية كده بحجة إن هم يعني واحد بيفك مية بيعمل حمام مية في الطريق، وبيبصوا شايفين العيال أهي بيأمنوا على البيت وبيرسموا خطة في عز النهار، في وضوح النهار بيرسموا الخطة بتاعتهم، وهيجوا بالليل يسرقوا البيت ده. فضلوا واقفين شوية بيتكلموا خطة بقى كبيرة. هقول لك يا سيدي اللي هيحصل ايه. واحد فيهم هينط البيت والتاني بيكون مستنيه بالموتوسيكل. خلاص يعني أمنوا كده. واحد فيهم قلع الزنط وباصص وماشيين طالعين على الطريق العمومي. نيجي بقى وهما ماشيين على الطريق العمومي، دي العيال وهي طالعه من الشارع اهو. بص بقى اللي هيحصل، هيضيروا وشهم من وجود الكاميرا. بص الولد اللي ورا ده حط وشه في الارض، واللي التاني بيبص الناحيه التانيه عشان خاطر محدش يتعرف عليهم. تقدر تتعرف عليهم كده، محدش شايف اي حاجه. ما انت شايف اي معالم ولا اي حاجه تدل على العيال دي. مشيوا دي العيال من ورا اهي زي ما انتم شايفين، موتوسيكل اتنين، واحد فيهم لابس ترنج رصاصي، واللي قدام لابس حاجة برضو يعني رصاصي كده غامق في بنطلون ابيض. العيال دي مشيت ورجعوا بالليل بقى. خلاص هنا بقى بالليل شايفين الحرامي ده، الحرامي كده، وده البيت عليه كاميرتين. بالمناسبة الشعاع اللي قدام ده دي كاميرا مش لمبة يا جماعة. الولد ده حس شعر بوجود الكاميرا فبيدار وشه، حاطط ايده على عين وبيبص كده من بعيد ولابس الزونت بتاعه. الواد ده مهيأ، الواد ده اللي كان راكب ورا الموتوسيكل بالنهار، يعني هم رسموا الخطة بقى خلاص، هو راح البيت بالليل عشان خاطر يسرق. الواد ده خلاص يعني استعان بخطة كده وجهز كل معداته. هنشوف يعني قصة غريبة. الولد اهو جاي هيحاول يعمل كاميرا مراقبة، نازل من على كوم الراتش ده وبيحاول يداري وشه. عينيه بتنظر، لما العين بتلمع كده يا جماعه يبقى بتبص على الكاميرا، حاطط ايد على عين والعين التانية بتبص على الكاميرا عشان ما تتعرفش عليه في الكاميرات. هو كده في اتجاهه للبيت، هو كده تحت البلكونه. صاحب البيت كان حاطط شويه طوب عايز يبني فوق وعايز يبقى. الولد بيهز الكاميرا، اللي بيتحرك ده يا جماعه بيهز وش الكاميرا عشان خاطر ما تصوروش، يعني عشان ما تصوروش. خلاص هو كده ماشي مدينا ظهره بقى، خلاص مدي الامان ان الكاميرا دي رافعه وشها فوق، خلاص فصلها مش شغاله، ما بتصورش تحت. طلع الولد هيستعين بايه بقى؟ بسلم. هيروح يجيب، شفت بقى الخطه، شوف خطه. هو رسم خطه كده بالنهار هو وصاحبه وخلاص، يعني عاملين سطوه كده على البيت رايحين يسرقوا البيت. واحد واقف ورا بالموتوسيكل عشان لو اتكشف يجري ويسوق والتاني. نزل الولا كده حس ان هو محتاج سلم، طالع على كوم الراتش من بعيد قوي عشان خاطر الكاميرا برضو دي ما تصوروش. كل ده رجع بعد كده، بعد شويه بعد حوالي 10 دقايق كده راجع بسلم خشب. سلم خشب رجع بيه عشان يحطه ويطلع البيت على البلكونه. وقع وهو نازل بالسلم، طبعا شايل سلم ونازل من على كوم الراتش فطبيعي اتكعبل. اهو السلم يا جماعه والولا ماشي اهو. ده اللي كان راكب ورا التاني بالنهار. حط السلم هيطلع على هيطلع على الطوب. كان في طوب هنا يا جماعه، معلش للاسف ما عرفناش نجيب لقطه بالنهار. الولا اتعلق فوق. اصحاب البيت قالوا حرامي حرامي الحق حرامي. الولا متعلق فوق ماسك في منشر الحديد اللي هو بتاع المنشر، ومتعلق فوق زي ما انتم شايفين يا جماعه. هينزل كده ازاي؟ هينزل اهو. صاحب البيت بزعق، نط هوبا وراح جاري على طول مره واحده وساب السلم مكانه. راح ركب الموتوسيكل ورا صاحبه وزميله التاني ده وطلعوا يجروا. دي كانت خطه رسمينها عشان يسرقوا البيت. تخيل انت خطه مرسومه عشان يسرقوا البيت. جودة كاميرات المراقبة بتفرق كتير. يعني هي الكاميرا هنا كانت بالنهار يعني كويسة،
تقدر تجيب ملامح وتجيب وشوش كويس أوي، حلو أوي. لكن بالليل يعني الجو ضلمة، فبتستعين بإضاءة، بتزود إضاءة حوالين البيت سواء كشافات بقى أو لمبات ليد من الحديثة، إن هو تنور المكان عشان تساعد يعني في رؤية الكاميرا شوية. اللي حصل هنا كالآتي: رسموا خطة يسرقوا بيت، طلع فوق صاحب البيت شعر أو صاحبة البيت شعرت بإن في حد داخل علينا البيت، حد في البلكونة، حد في خبط وفي حاجة، يعني مش صوت فار ولا أي حاجة. صرخت بأعلى صوت وقالت حرامي حرامي، فنط الولا، حست فعلا إن في حرامي. جوزها بيجري في ايه في ايه، بص من البلكونه، الولد ده كان متعلق، اما خلاص لقى ان صاحب البيت ممكن يمسكه من فوق، راح سايب المنشر وناطط على الطوب، وكان هيقع ينكسر، وطلع يجري على كوم الراتش، وزميله التاني مستنيه بموتوسيكل، ركب وراه الموتوسيكل وخلعوا الاتنين في منت. في منت يا جماعه كانوا خالعين. عيال بترسم خط، عيال بص يعني انا مش فاهم العيال دي بتفكر ازاي. لو استغلوا دماغهم ده في ان هم يشتغلوا ويكسبوا رزق بالحلال هيكسبوا، هتبقى الدنيا زي الفل. لكن هو بيستغل كل مهاراته، هو عنده مهارات. الحرامي خلي في علمك يكون يعني عنده مهارات ممكن تكون مش عند الانسان النورمال الطبيعي. الحرامي عنده مهارات فوق ما تتخيل، بيستغلها في ايه؟ في انه يساعد نفسه يسرق حاجات كتير. طبعا كانت الغرض هنا السرقة في البيت ده. يعلم بقى دهب بقى، يعني بص فجرهم يا فجرهم ان هم داخلين يسرقوا بيت اصحابه فيه ساكنين فيه. مش هنقول بيت مهجور، يعني اللي خلى فيه الناس دي مركبة كاميرات، يبقى في ناس في البيت وفي ناس متابعة وفي ناس خايفة على نفسها مركبين كاميرات عشان لو حد عمل حاجة يبقى دليل ان هم يعملوا محضر ولا اي حاجة. فجر متناهي، جمودية قلب، عيال بايعة نفسها، عيال ضايعة مراهمش اي حاجة، داخل يسرق بيت واصحابه فيه. الله اعلم بقى معاه سلاح بقى، مطوه ولا اي حاجه، لو حد صاحب البيت اتعرض له ولا حاجه كان ممكن يغزه بالمطوه ويموته ويقتله كده وتبقى جريمه قتل، عشان ما يتكشفش من الموضوع ده. الكاميرات المراقبه بتوضح لنا حاجات بتحصل محدش بياخد باله منها. انت بتتابع الحدث واحده واحده، كل ده بيحصل وبنوضح للناس. برضو في فرق بين كاميرات المراقبة دي، لو كانت كاميرا اعلى جودة شوية كان ممكن تكون يعني ساعدتنا كتير للوصول للعيال دي. حتى لو كنا ثبتنا وعملنا زوم على العيال وهم ماشيين بالنهار بالموتوسيكل، مفيش اي ملامح واضحة. العيال بصوا في الاتجاه التاني ومحدش فكر يعمل اي حاجة، بصوا الاتنين، واحد بص كده والتاني بص الناحية التانية بالاتجاه التاني، الكاميرات ما صورتش اي حاجة. العيال دي بتتفنن وعارفين انه في كاميرات. مش معنى ان سيادتك مركب كاميرات يبقى انت حامي نفسك، لا، عارفين ان في كاميرات والحرامي جاي يسرق برضه. هو شايف ان في كاميرات بدليل، يعني هو الاتنين داروا وشهم بالنهار ان في كاميرات، خلاص في كاميرات مصورانا بالنهار فانت داري وشك. بالليل عارف ان في كاميرا، راح زق الكاميرا اتجاهها لفوق، وجهها لفوق انها ما تصورش تحت، ومشي بقى يعني ماشي مدي الكاميرا التانية ظهره. خلي بالك برضو من نفسك، وخلي بالك البيوت يا جماعة ده ايه، لازم تحصن نفسك بوابة حديد، تعمل فال كويس، حاول تأمن نفسك. البيوت اللي في قلب الخلا ده مش معنى ان انت مركب كاميرات يبقى انت حامي نفسك. الحرامي بيتفنن ناطط في قلب بيت فيه ناس. الكاميرات دي بتوضح حاجات بتحصل في نص الليل، بتوضح سرقات كتير قوي محدش واخد باله منها. الانسان الطبيعي مش هيفكر في الموضوع اللي بيحصل ده، مش يعني انت لو لولا الكاميرات ما كناش صدقنا انه راح جاب سلم. تخيل بقى انت في يعني منطقه مقطوعه، راح جاب سلم منين وشالوا مسافه قد ايه وجايب السلم عشان يطلع بيه بلكونه. ده هو رسم خطه كامله، هو يعني خلاص يعني عمل حجه ان هو يعمل حمام ودخل وراسم خطه كبيره جدا عشان يسرق البيت ده. النيه نيه سرقه البيت ده. ده كان موضوع غريب يعني حبيت اتكلم عليه عشان ايه، اوضح. بس في ناس كانت بتسأل انا ركبت كاميرات انا كده في الامان. لا، انت كده في الامان في حين ان انت تأمن نفسك برضو. يعني معلش ما ركبتش كاميرا ما سيبش باب بيتي مفتوح، ده انا كده بقول للحرام ادخل.
مش معنى ان انا ركبت كاميرا اسيب موتوسيكل مفتوح قدام بيتي، لا، وارد حد يسحبه ويمشي. مش معنى ان ركبت كاميرا خلاص اسيب بيتي بقى اللي طالع واللي نازل ما حدش واخد باله، انا هشوف مين دخل ومين طالع. ما ينفعش يا جماعه. الكاميرات دي دليل لكن امن نفسك في نفس الوقت. موتوسيكل اقفله، بوابه اقفلها، بوابه بيت اقفلها، شبابيك شيش بتنام طبعا شايفين ممكن سلم ويطلع لك البلكونه، حاول تقفل بلكوناتك كويس يعني وتامن نفسك كويس. لو عجبك الفيديو شارك مع اصحابك واكتب لي تعليق عن الحادثه اللي حصلت دي، وتابعوني على قناه حياتنا اليوم. شكرا لكم، الى اللقاء.